يا نمسي يا نصاب. اهو رفع الميزانه، حط حته حديده او خشبيه تحت الميزانه. انت مالك مبسوط اول ما تتصور برضه انا بتصور عشان بقول لك تقول صور انت اللي انت عايز تعمله. اسمك ايه يا حاج؟ اسمك خالد ايه؟ خالد سليمان. منين؟ منير. اول على مزرعه تسرقها ولا سرقت كتير قبل كده؟ اول مره تسرقها ولا سرقت كتير قبل كده؟ محمد كده واقسم بالله كده ما فيش ربنا. وما يرضي ربنا تسرقها من 300,000 جنيه؟ انت قلت يا حاج احنا بنقضي مصلحه كده ما ينفعش. احنا شايفينها ضارب. لا بنقضي. طب يلا. بتقضي ايه بقى؟ بتقضي ايه يابا؟ بتقضي ايه؟ اسمك ايه انت؟ اسمي محمد رمضان. منين؟ من منير. ركزوا بقى معايا يا حضرات، نفس الفكره اللي قلت لكم عنها. شايفين رفع الميزانه، حط حاجه فين؟ تحت الميزانه. لو تفتكروا الفيديو اللي انا نزلته وانا ببيع الفراخ، وريتكم ازاي التاجر بينصب وازاي بيحط ايه. يعني شايفين اهو، شايفين واخدين بالكم؟ ايده رفع الميزانه بايده بصنعه لطافه كده. لو انت واقف قدام الميزانه ممكن وهو بيحط القفاص واحد يعمل نفسه القفص وقع منه ويرفع الطبليه ويحط الحديده برضه، تبقى زي نظام حديده كده بتحط تحت الميزانه بتخليه يقرا غلط. شوف وقف على الميزانه بيتاكد ابن اللذينه. نصاب نصاب يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. واتمسكوا خلاص يعني. سبحان الله، يعني لسه ما لحقتش انشر الفيديو هم اتفضحوا. يعني لسه هفكر انشر الفيديو، يجي قضاء ربنا اسرع من اي حاجه. قبل ما افضحهم اتفضحوا. او يوقف القفص بيداري بقى عشان مفيش حد يشوفه، فيه كاميرا فيه بتاع، بيداري. وقف القفص على حيله عشان لو في كاميرا في الناحيه دي ما حدش يشوفه يعني. نصاب محترف. 300 كيلو لحم، حوالي 150 فرخة عن طريق نصاب حقير، نصب عليها بطريقة مستفزة وبطريقة خسيسة هو والناس اللي معاه، واتفضح واتمسك واتقفش. بعدت لقيت لي يا ابو انس انا مشارك اخويا في عدد 540 فرخة، مشاركة مش بتوع الواحدة وست فاتحة بيت يعني ربنا يديها الصحة. فجاء وقت البيع، قعدنا 40 يوم بنحارب في الدورة. فجاء وقت البيع طبعا اللي بيجي يشتري تجار رجالة، فالست مش هينفع تقف مع الرجالة، فاخوها هو اللي وقف مع الرجالة. طبعا بيكونوا كتار، فسهوا اخوها وحطوا حجر او حديدة تحت الميزان. طبعا اخوها بعد ما طلع وقال لها متوسط الوزن 880 كيلو من 540 فرخه، الست كانت عارفه متوسط الوزن بتاعها. قالت لي الفراخ كانت 2300 قبل ما تبيع، كانت واخده من كل الادوار وزن كل الفراخ عندها 2300 2300 2400 2250. قالت لي متوسط يا ابو انس 2 وربع. اتفاجئ الاقي ان ال 540 فرخه قاطعين ب 880 كيلو، جت قسمتهم لقيت ان متوسط الفراخ عندها كيلو 600. بتقول لي اصغر فرخه عندي كانت 2 كيلو، وكمان الراجل ساب لها 3 فراخ الواحده كيلو ونص. قال احنا ما بناخدش الاوزان دي. لما انت ما بتاخدش كيلو ونص يا نصاب، ازاي الفراخ دي كلها كيلو ونص متوسط؟ ما انت ما بتاخدش الكيلو ونص، انت فاهمين؟ فقلت لها ان شاء الله ان الادله دي يعني الكاميرا ما كانتش موضح قوي، لكن كانت موضحه ان هو شايل حاجه في مشط رجله. فقلت لها انا واثق ان ده نصاب وان ده فعلا سرقك. قالت لي ما هو سرقني، انا عارف متوسط الوزن بتاعي كام. قلت لها خلاص ان شاء الله هحضر فيديو جميل كده بكاميرا بجوده جميله وهنزله ان شاء الله. فاتفاجئت النهارده لقيتها بعتلي بتقول لي يا ابو انس الناس اتمسكت والكاميرا جايباهم ونفس الناس اللي خدوا من عندي. اللي يغيظ بقى ان انا بكلم التاجر بقول له طبعا لما بعتت لي رقم التاجر او السمسار اللي بيشيل منها الفراخ، لقيت ان انا في بينه وبينه شات، وكان عندي في الجروب زمان وكان بيطلب ان هو بيشتري فراخ او بيبيع كتاكيت وكده وان هو مكتب. فطردته من الجروب وبقول له طردتني ليه؟ المهم يعني اول ما بعتت لي الرقم دخلت له قلت له الله الله انت في بينا كلام اهو. قال لي فيها يا استاذ اتفضل. قلت له حصل 1 2 3 والست مصوره كذا 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 كذا. فهو طلع بعت للست مبلغ
7800 جنيه تقريبا. لما الست قالت له الناس بتاعتك سرقاني والكاميرا جايباهم ومش عارف ايه ومتوسط الوزن عندي كان كذا كذا كذا، قال لا وحرام عليكم انا ست ومش عارف بجري على عندي بنت وعندها ربنا ما يبلي حد يعني، عندها تعبانه يعني مشاكل مناعيه وكده، فحرام عليكم ليه بتعملوا كده؟ فالراجل قال لها يا ستي مفيش اي نصبيه ولا في اي حاجه، وانا هبعت لك مبلغ دلوقتي عشان انت محتاجه ومش عارف ايه. قلب الموضوع ان هو راجل بتاع خير مش نصاب اصلا. راح بعت لها 7800 جنيه، قالت له لا ده مش حقي، انا حقي 300 كيلو فراخ ناقصين من الوزن بتاعي ثمنهم كذا، واخويا مش هيسكت اللي هو مشاركها. فقال لها يا ست انا عملت اللي عليا وبعت لك فلوس عشان انت ست محتاجه ومش عارف ايه. وشوف شايفين اللطف ده، دي طريقه النصاب يا جماعه، دايما يحاول يلطف ويتكلم بطريقه ان هو خير مش شر، مع انه شر ابن لذينه. بعت لها الفلوس فقالت له لا انا مش هسكت، مش قال لا بص انا عملت اللي عليا واديتك الفلوس اهو، والفيديوهات اللي معاكي مش تدني بحاجه. وانا غلطان يعني، انا غلطان ان انا قدرتك. فلما جيت تواصلت معاه قال لي يا استاذ والله، انا قلت له بقى انا معاك احمد ابو انس، عندي قناه يوتيوب مربي دواجن، عندي متابعين واعرف حد عنده 3 مليون ونص بيتكلم عن مشاكل الناس وهفضحك لو ما رجعتش للست حقها. قال لي والله يا استاذ ابو انس الست انا بعت لها مبلغ عشان هي محتاجه مش عشان انا نصاب، وكمان الناس اللي معايا مش نصابه انا واثق فيها. عمال يدافع عن الناس بطريقه غريبه. فقلت له طب الفيديو ده الراجل شاف خد حاجه من مشط رجله وكان هيحطها تحت الميزان قال لي لا دي حاجه خاصه وقعت من جيبه مش من مشط رجله، هو حطها في مشط رجله. هوريكم الفيديو دلوقتي. قال لي دي حاجه خاصه وقعت من جيبه، وهوريكم برضو السكرينات اللي بينه وبينه بنفس الكلام اللي بقوله ده كله بالدليل زي ما فضحنا نصاب قبل كده. قال لي دي حاجه خاصه وقعت من جيبه وكان في حريم واقفه وما ينفعش الحريم تشوفها. ايه اللي هيقع من خلاه مثلا نفترض ان هو برشام جنس، مع احترامي لاي ست عندي في القناه، برشامه عاديه هل مكتوب عليها برشام جنس؟ مثلا راجل اتكسف، طب هو لما ميل بايده وخدها ما حطاش في جيبه ليه لما وقعت من جيبه؟ لا حطها في مشط رجله. ده نصاب. فلما قلت له كده قال لي لا والله مش عارف ايه، وقعد يحور وحسب الله ونعم الوكيل، وانت عايز تسوى سمعتي عشان انا شاطر وناجح ومش عارف ايه وببيع وقعد يعمل لي في البحر طحينه زي النصاب بتاع قبل كده برضه، ودي فاتوره النجاح ومش عارف، والنغمه بتاعت كل مره يا نمس يا نصاب. المهم ثانيه لحظه هبعت لكم الاول حاجه الفيديوهات القديمه عشان اللي جاي طح اهو. حاجه وقعت من رجله دايس عليها برجله اهو، شالها حطها في مشط رجله. التاجر بيقول لي حاجه خاصه خدها بايده ما حطهاش في جيبه ليه وحطها في مشط رجله عشان لما يجي يشيل يحطها تحت الميزان هيطلعها من جيبه ازاي وهو مميل؟ لازم تكون في مشط رجله. الشخص الثالث اللي ورا القفاص بيشيل الحديده من الميزان وعاملين نفسهم مش عارفين يشيلوا القفاص. اوعى يا عم انت انا هشيل ذكي. وده الشات بين النصاب السمسار يعني وبين الست، وهو بعت لها 7800 جنيه. وشوف بقى بص يا ام نعمل اللي انت اقراوا سيبكم انتوا تقراوا الكلام اللذيذ ده. ودي بقى الشتات اللي بينه وبين السمسار، وزي ما انتم شايفين رقمه واضح في الصورة من فوق في الواتس اهو 010 14 32 8109. الناس تاخد بالها من الرقم ومن اللوجو ومن كل حاجة. حسب الله ونعم الوكيل. واديك وقحت رفع غطاء الستر. ودي بقى الناس بتاعت الراجل اللي كان عمال يشكر فيها ويقول لك ناس تبعي وبيسرقوش وما بيعملوش وما بيشخوش، اتمسكوا اهو. قول لي بقى يا حاج يا نصاب، يا حاج عمرو يا نصاب، وانا بشهر بيك اهو ومش خايف عشان عارف ان انت تبعه. طالما اتمسكوا خلاص انت هتيجي. طبعا واحد يقول لي بقى ده الناس اتمسكت يمكن السمسار ملوش ذنب ويمكن الناس هي اللي بتلعب. انا فعلا ما اعرفش ان يعني ممكن يكون السمسار بريء، بس انا واثق 200% لان طريقته هو بيبرئهم طريقه واحد خايف، طريقه نصاب. فانا بشهر بيك اهو يا عمرو يا نصاب، روح اعمل فيها محضر، ده ان لحقت تعمل محضر لان الناس اتمسكت وهيجيبوك او زمانهم جابوك. احنا ما شاء الله عندنا الشرطه بقت مفيش اسرع من الشبكه الفوق ال 5 جي الوقت. اي مشكله بتحصل تنشر على السوشيال ميديا في ثانيه زي شهاب كده بتاعنا من الجمعيه. فانت اكيد هتتجاب بسرعه البرق. احنا عندنا الوقت شرطه 5 جي اسرع من سرعه الصاروخ. فنبعد بقى عن الفيديو النصاب اللي اتمسك
نحذر بقى النصاب اللي لسه ما اتمسكش، لان ليا برضو صديق ليا في الشرقيه برضو اتنصب عليه بنفس الطريقه. بعد ما التاجر خد الفراخ، خدها خلاص واداله الفلوس، هو مصدوم وخد الفلوس، لسه بقى هيعد ويعرف المتوسط عنده كان كام. اتضح ان المتوسط عنده كان كيلو. متخيل واحد عنده 100 فرخ او 180 فرخ جابوا 180 كيلو، يعني عنده فراخ 2 400 و2 300 و2 وربع و2 وكيلو 900، جابوا 180 كيلو. تخيل يعني كيلو متوسط وزن كيلو. فنحذر بقى باقي النصابين، اتقي الله وكل حلال، رزقك هتاخده بس ما تستعجلش. رزقك هتاخده، بعت حشيش هتاخده، تاجرت في السلاح هتاخده، نصبت في الفراخ برضه هتاخده، اشتغلت بالحلال برضه هتاخده. بس في فرق بقى، انت خدته بايه؟ خدته بانهي اسلوب؟ كدبت وقعدت تحور، ولا سرقت، ولا نصبت، ولا تاجرت في الممنوعات؟ كده كده رزقك هتاخده، بس ايه الطريقه اللي خدت بيها رزقك؟ هي دي الفكره. فانا بنصح اي تاجر نصاب، يا تاجر يا نصاب، احسن لك بلاش، لان الزمن اللي احنا فيه ضيق، والناس بدات تبقى حريصه، والناس بدات تفتح، وشغل بقى التلطيف والكلام الجميل ده هيتنهي خالص. واي نصاب همسكه هفضحه على طول واشهر بيه بقلب جامد. ونصيحه بقى لاخواته المربيين، اقف على ميزانتك. انا طلعت قبل كده في فيديو وانا ببيع الفراخ وموريكم وانا واقف على الميزانه، وبطلع الميزانه بنفسي وبقف بوزني، انا عارف وزني كام. ان لقيت وزني ازيد يبقى انا تخنت، ده حاجه جميله، حتى لو الميزانه بايظه دي في مصلحتي. لكن لقيت نفسي خسيت من غير ما اعمل دايت او نظام اي حاجه، فانت كده بتنصب عليك، الحق نفسك. يعني انا مثلا طلعت في فيديو وقفت على الميزانه ووريتكم ايه اللي ممكن احطه تحت الميزانه، ده يكفي؟ لا، ما انت ممكن تطلع عن الميزانه او تجيب معاك كيلو سكر وتحطه على الميزانه وتبين فعلا انت ناصح. بعد ما تنزل وهو بيحط القفص هيحط الحديده تحت الميزانه، هيحط الحديده فين؟ تحت الميزانه، وهيسرقك. فبعد ما توزن نفسك يكون معاك برضو كيلو سكر. بعد ما هو يحط الاقفاص مثلا وليكن قطعه 200 كيلو اقفاص بفراخ، يعني الاقفاص على الميزانه جايبه 200 كيلو، قول له بعد اذنك ابعد عن الميزانه كده، ومعاك كيلو سكر، حط كيلو السكر فوق الميزانه. ان جابت 201 ميزانتك تمام، ان ما قريتش يبقى الراجل ده بيسرقك، ان قريت جرامات يبقى الراجل ده بيسرقك. فكره كمان، اقف على ميزانتك بعينك كده. الناس بتحط الاقفاص، ايدك على ايد التاجر وايدك على ايد الاثنين اللي شايلين الاقفاص، ما تشيلش عينك من على ايدهم، لان الموضوع خفه يد بسيط. فانا عايزك تكون واد مدردح، واد مطقطق، وتقف بقى ما تتكسفش. اوعى ياخدها منك بسيف الحياء ويكلمك الاول بحديث نبوي على كلمتين جمال بطريقه لطيفه، ويلعب على الحياء عندك وسيف الحياء، وتامنه بحيائك. انت خايف تكسفه، خايف لا يطلع شخص مضمون وانت تحرجه. لا، احرجه. اكل العيش ما فيهوش يما ارحميني. انت راجل جاي تشتري ليك ان انا اديك فرخ سليم وليه ناخد منك فلوس. هتنصب هجيبك نصين. تقف على ميزانتك يا باشا، بعد ما يحط الاقفاص بتاعته قرت 200 على الميزانه، قول له لحظه لو سمحت، لحظه بعد اذنك، روح مطلع كيلو السكر من جيبك وحطه فوق الميزان، حط 2 كيلو. لقيت في خلل، قول له بعد اذنك بقى زي ما انت كده، وبص تحت الميزان، شيل الاقفاص، انت اللي تشيلها، تشيل الاقفاص وتشيل الطبليه بتاع الميزانه، هتلاقي حاجه تحتها. تروح بقى ماسك الاتنين الجمال دول، نتشهم العلقه الصح، وجايب دماغ واحد فيهم، كل واحد فيهم نصين قد دماغه، افلق دماغه، انتشوا العلقه التمام قبل ما يروح الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا الواحد نفسه يقف واحد زي كده، والله العظيم نفسي اعمل. فنصيحه لاخواتنا المربيين، اقف على ميزانتك وخلي معاك 2 كيلو سكر، وبعد ما يحط الاقفاص حط انت ال 2 كيلو سكر فوق الاقفاص، وشوف الدنيا وجرب وقول لي هتعجبك. ونصيحه تاني، ما تشتريش ادويه شفافه مجهوله المصدر، عشان برضه بتنصب عليك، بتحط لك فيها ميه فول. نرجع الشريط يا نمس. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.